ازيك يا حبيب اخوك؟ عامل ايه؟ طبعا اسف على التاخير لان انا بمتحن ثانويه عامه. والله كان عليا النهارده فيزياء وجيت اصور لكم الفيديو دوت. وامتحان زباله زباله زباله. ماشي يا جدعان. طبعا خلونا قبل ما نبدا نصلي على النبي وندعي لاخواتنا في غزه. طبعا محمود علاء اول الراحلين عن نادي الزمالك. طبعا محمود علاء كان في فترات احسن لعيب في الزمالك او احسن مدافع هداف في الزمالك. محدش ينكر له الكلام من ده، بس انت بصراحه محمود علاء في لقطه ان انت اتريقت على حارس فيها. من ساعتها وانا بصراحة مش شايفك. طبعا تاني واحد هو ابراهيم انضاي اللي بيقدم مستويات. هو ما عملش مستويات حلوة. ابراهيم انضاي من اول لما جه وهو مش اللاعب اللي ياخد مليون وتلتمية يورو او مليون وتلتمية دولار. ما ياخدش مليون جنيه مصري. ماشي. طبعا انت عندك في مصر ناشئين احسن من ابراهيم انضاي وسامسون اكينيولا بكتير بكتير. انما انت بتعتمدش غير على المحترفين. ماشي. طبعا ده كلام خلصان، يعني الكلام دوت مؤكد. ماشي. برضو عايز اقول ان ابراهيم نضاي نفعنا كم ماتش اللي لعبه، نفعنا مش هنقول لا. طبعا صبحي انا في علامة استفهام على مستواك. انت مستواك حلو يا صبحي، بس الفترة اللي بقى عواد متألق فيها، انت ايه سبب نزول مستواك؟ يعني انت مستواك كان الله اكبر. حارس مرمى، قلنا حارس مرمى منتخب مصر، محدش انكر كده. بس مستواك قل مره واحده. ليه يا صبحي؟ هتقول لي وان اكسبت وشو؟ بصراحه الله اعلم. اللي هو بيلعب برنامج المراهنات او لا، الله اعلم. عشان ما نظلمش حد وكلام من ده. يعني طبعا صبحي باقي في نادي الزمالك، هو وعواد بالاخص يعني. فاتمنى يا صبحي ان احنا نشوفك جون عالمي كده يعني. وبلاش الفزلكه، عشان انا بلاحظ ان انت بتتفزلك كتير. بلاش الفزلكه يا صبحي، ونلعب السهل واللي نعرفه. عشان ما ننساش النهارده ماتش الزمالك وسيراميكا كليوباترا الساعه 7. عايزك بقى تنزل في الكومنتات اول حاجه تقولي توقعاتك للماتش ده. طبعا انا اتوقع ان الزمالك هيكسب 2-1 يا اما هيتعادل 1-1. بس ده كان توقعاتي لماتش سيراميكا والزمالك. مفيش جديد يعني، لسه هنشوف النهارده ايه اخبار الماتش، وان شاء الله نعمل لكم فيديو بعد الماتش. خلينا كلنا نبقى متفقين ان حرس الحدود فريق من الدوري المصري القديم. طبعا بنهنيه من قلبنا، ونتمنى ان هو ما ينزلش الدوري الممتاز به تاني. طبعا حرس الحدود فريق حلو وهنشوفه الموسم الجاي ان شاء الله، ونتمنى له التوفيق. طبعا قبل ما نخلص الفيديو اعمل لايك وسبسكرايب عشان يوصلك كل جديد. مع السلامة.